الناس مرقت من قاع تسقط بس. مشينا لمرحلة ثانية 6 أبريل، مرحلة بتاعت بناء وطني، مرحلة بتاعت حكومة بعقيدة وطنية، مرحلة بتاعت مؤسسات، مرحلة بتاعت سيادة قومية، مرحلة بتاعت حكومة تكنوقراط، مرحلة بتاعت تأسيس لدولة سودانية ذات سيادة دون إملاءات استخبارات خارجية، إصلاح عسكري لكافة المؤسسات، إصلاح مدني في المؤسسات القومية، إصلاح في العقلية السياسية اللي بتدير البلد دي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الأكارم، طابت أمسياتكم بكل خير. نلتقيكم مجددا على قناة تريكا شو في ذكرى 6 أبريل، ذكرى سقوط النظام البائد، نظام القمع، النظام الذي استبد واستحل هذه البلاد من قتل وسحل وتعدي على الحريات. يصادف اليوم ذكرى سقوط المؤتمر الوطني وانطلاق شرارة الثورة السودانية وتحرير البلد من قبضة العسكر، لكن انشقت هذه المتاهات، تفرقت بنا السبل، باتت الثورة السودانية على أنياب الذئاب تتخطفها وتهوي بها حيث شاءت. العسكر من جهة تسلب وتسرق وتسيطر، والساسة من جهة أخرى تحاول أن تمكن لنفسها موطئ قدم لتكون امتداد لذات النظام البائد الذي ثارت ضده جموع الشعب السوداني. ما بين اختلافات ونقاشات، ما بين آراء ورؤى، ما بين ثوار حقيقيون وما بين لجان مقاومة تخطفتهم أيادي الساسة وسيطرت عليهم ووجهتهم نحو أهدافها وغاياتها. 6 أبريل يوم مشهود، يوم معهود في الثورة السودانية، وده اليوم اللي كل الناس احتشدت، وكان امتداد لأيام طويلة وشهور إنه الناس كانت بتهتف وتقول تسقط بس، والقلة كانت أقل من تلت جموع الشعب. لكن في يوم 6 أبريل حتى اللي كان في صف الإنقاذ جاء انضم لغطار الثورة وقال تسقط بس من داخل القيادة العامة. دي ما قضيتنا الأساسية، القضية حقتنا ما بعد 6 أبريل. الشروخ اللي حصلت ما بين اتفاق الساسة والحرية والتغيير من جهة، والعسكر من جهة، والكتل النقابية من جهة أخرى، ودي حاجة مآلاتها ما كانت لخير، ما كان في استقرار. لما جاء أكتوبر اللي خلى العسكر يسطوا على السلطة من جديد ويضعوا قوى الحرية والتغيير والمدنيين في المعتقلات من جديد يستولوا على السلطة، لكن الثورة شرارتها ما تخمدت، بقت مواصلة في ذات السير وفي ذات النهج. العسكر للثكنات، ده كان الهتاف الشهير، لكن ثم ماذا بعد؟ العسكر للثكنات. هل الأحزاب السياسية الموجودة عندها قدرة وتكيف وعندها رؤى بتقدر تمشي بها الدولة السودانية، أم للعسكر رأي تاني؟ هل المؤتمر الوطني لسه في الصورة؟ هل الاستخبارات الأجنبية مسيطرة على العملية السياسية في السودان؟ دي كلها مسائل بتدور في ذهن المواطن السوداني، لكن لو مسكناها واحدة بنلقى إنه العسكر للأسف محركين عبر آلة من الاستخبارات الأجنبية، مصر من جهة والسعودية من جهة والأمارات من جهة ثانية، ده غير اللوب الثاني الأجنبي اللي ما ظاهر للناس. نجي لقوى الحرية والتغيير أو الكتل الحزبية، الجماعة بتاعين الأحزاب دين، أي واحد داير يقسم من الكيكة، داير يقعد في السلطة، داير يضمن مكانه في الكرسي، داير يمكن للكيان حقه عشان في الانتخابات يلقى موطئ قدم في الدولة السودانية في قادم المواعيد. ودي مشكلة كبيرة ما بتفضي لحل انك تحل المشكلة الحقيقية للمواطن السوداني المغلوب اللي بتهمه الامن والامان واكل العيش الرقيق. من جهة ثانية الكتل النقابية للأسف اللي كان مفروض تكون برضو صمم امام مع لجان المقاومة، ديل جنحوا لخيارات انهم نفسي اي واحد السقف الراتبي واضرابات وضغوطات وتفاصيل ما عندها نهاية، ودي ما بتفضل حل ولا بتقدم. نحن لو نظرنا
للعملية السياسية في السودان محتاجين تقييم حقيقي، إنه نحن نقدر نطلع من جمجمة الذات لجمجمة النظرة الوطنية العميقة، إنه نحن نقدر نحلل ونجمع داتا نشوف نحن مشكلتنا الحقيقية شنو، بتكمن في شنو، وين المشاكل الحقيقية اللي بتواجه المواطن السوداني عشان ما يتكيف ويلقى الوضع الآمن المستقر اللي يقدر يأمن له عيشه وحياته، يقدر يتحصل على علاج وعلى أكل وعلى تعليم وعلى أمن وأمان وهو مستقر. الحاجة دي خلت الناس، كثير من الناس تقول الثورة السودانية ما جاتنا بخير، أخير المؤتمر الوطني، وأعوذ بالله من كلمة المؤتمر الوطني أقولها بملء فمي. يطلع واحد قبل أيام زي أنس عمر يقول ما في أرجل منهم وما في عملية حتمشي من غير إشراكهم في العملية. ما أنت مستلم الدولة دي 30 سنة، غير الخراب والدمار والقتل والسحل والتعدي على الحريات والاغتصاب والانتهاك العروض، عملت شنو؟ غير انك انت دمرت الدولة السودانية وخليتنا نحن في المكان اللي لسه نحن بنتاتي وبنجابد عشان نصل لها، وصلتها لمرحلة انه يكون فيها 500,000 حزب سياسي و500,000 فصيل عسكري، وصلتها لمرحلة بتاعت انه اي فصيل داير يطالب بانقسام من الدولة السودانية يفر، وصلتها لمرحلة انه جزء عزيز من الوطن يتفصل وفات، وصلتها لمرحلة انه بقينا في مرحلة من الهشاشة اللي ما اظن نحن نقدر نقومها ونرجعها لعتاتها ومكانتها الطبيعية الا بعد مرور زمن طويل جدا. فبالتالي بتبقى العملية السياسية عملية معقدة جدا، بتحتاج لرؤى وطنية ما رؤى ذاتية عشان نحن نطلع من جمجمة القاعدة ونمشي على مرافق الدول المتقدمة، نقدر نأسس نظام يقدر يحفظ لنا الحقوق حقتنا. وأول الخطوات دي الإصلاح العسكري، إصلاح المؤسسات العسكرية، جهاز المخابرات الموجود ده كله ذرائع، الاستخبارات العسكرية كلها ذرائع، أما الشرطة فحدث ولا حرج، فتلك مصيبة أخرى. دي محتاجات إصلاح وطني، نحن محتاجين مؤسسات عسكرية بعقيدة وطنية خالصة ما عندها أي علاقة بالشق السياسي لأي فصيل كان، عشان إنك أنت تضمن الاستقرار الأمني وتسيير دولاب العمل أمنيا بصورة ممتازة وسلسة من غير أي خصاصات أو تدخل أو استخبارات أجنبية أو مآلات أو إملاءات من كيانات مختلفة. من بعدها بيتم إصلاح المؤسسات الثانية بصورة تقدر تواكب المرحلة القادمة، لأن لو بقينا نحن في مرحلة التناحر واتباع الكتل النقابية والأحزاب السياسية والفصائل العسكرية اللي ما معروفة تكونت من وين وجهت من وين، فنحن مصيبتنا حتبقى مصيبة ونحن حندق الدلجة، ده غير إنه نحن أصلا داقين الدلجة. نحن لو نظرنا للحاجة دي بعين الاعتبار قيمناها تقييم حقيقي بنلقى نفسنا نحن ما دون الصفر نازلين خطوات للوراء. عشان كده نحن محتاجين نظرة أبعد من نظرة تسقط بس وتقعد بس والنظرة بتاعت الأحزاب والكتل والكيانات العسكرية. محتاجين حكومة بعقيدة وطنية ونظرة ثاقبة للمرحلة الجاية دي، عشان نحن خلاص ما عندنا زمن تاني، ما عندنا وقت عشان ما نحن نقضي فيه تاني سنتين وثلاثة ونرجع تاني لنفس المحطة. نحن محتاجين خلاص نمشي قدام، محتاجين نأسس لدولة وطنية ديمقراطية بعقيدة وطنية خالصة. إصلاح المؤسسات العسكرية خطوة مهمة جدا، لأن اللي بيحصل في المؤسسات العسكرية ما بشرف دولة سودانية عندها سيادتها وعندها كياناتها المختلفة وعندها عقيدتها وعندها إيمانها بالشيء اللي هي بتعمل فيه. فأنا ما داير أطيل أكثر من كده، لكن كل اللي بقوله إنه الثورة السودانية لما قامت من أجل دولة سودانية ذات سيادة، فلو نحن لسه بتسيرنا استخبارات أجنبية فتبقى على سيادتنا السلام، ويبقى على المؤسسات العسكرية ألف سلام، ويبقى على الحكومة المدنية اللي بيتم تشكيلها ولسه شغالين بسياسة الرجاء علينا مليون ألف سلام. نحن محتاجين لما نمشي كسودانيين في أي مكان راسنا مرفوع ولينا مهابة
ولينا كلمة في أي دولة. ما يبقى المواطن السوداني مواطن زيه زي أي مواطن تاني ضعيف ومستضعف. يبقى نحن محتاجين نغير العقلية السياسية اللي بتدير البلد دي ونمرق لفضاء أرحب. ما داير أطيل، لكن في نهاية الحلقة ما تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. حتى جديد الملتقى، تقبلوا تحياتي.